السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبى أحكي لكم قصة مظلوم وكيف نصره الله سبحانه وتعالى على من ظلمه. يحكي لي هذه القصة صاحبها، يقول ظلموني بعض أقاربي بأني قد شتمتهم وقذفتهم ورفعوا علي قضية بهذا الأمر. يقول وجاء موعد الجلسة وأنا والله مظلوم، لا شتمتهم ولا قذفتهم ولا تكلمت فيهم. يقول في الليل توضيت وصليت ركعتين وقال هذه الكلمات العظيمة، اسمعوا ايش دعا الله، وانا اقول لكل من يسمعني احذروا دعوة المظلوم. يقول هذا الرجل، يقول سجدت وابتهلت الى الله ودعيت وقلت يا رب الناس وكلت الناس وانا وكلتك امري يا رب فانصرني على من ظلمني. يقول جاء موعد الجلسة اليوم الثاني الصباح، جلسنا عند القاضي فحكم. طبعا جاء موعد الجلسة فحكم القاضي عليهم بالجلد والسجن. مع ذلك الرجل عفى عنهم لوجه الله. يقول ما طابت لي نفسي يا شيخ عبد الرحمن ان احد من اقاربي ينسجن وينجلد، فعفوت عنهم لوجه الله. الله اكبر يا اخواني، شوفوا كيف مظلوم والله سبحانه وتعالى نصره ووكل امره الى الله فنصره الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك عفى عنهم لوجه الله. اليوم هو يعفو عن الناس، الله راح يعفو عنه بإذن الله عز وجل. وأقول لكل من يسمعني، لكل من يظلم الناس، انتبه من دعوة المظلوم، احذر أن يشتكيك أحد إلى الله سبحانه وتعالى. الله حرم الظلم على نفسه وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظلم الناس. السلف الصالح رحمهم الله كانوا يتناصحون ويتواعظون بهذه الآية، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهذه رسالة إلى كل ظالم، اسمع ماذا يقول الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اليوم أنت تظلم الناس، الله راح يأخذ حق المظلوم في الدنيا قبل الآخرة، فاحذر من ظلم الناس. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا رأيت الظالم مستمر في ظلمه فاعلم أن عاقبته محتومة، وإذا رأيت المظلوم مستمر في مقاومته فاعرف أن انتصاره محتوم. الله سبحانه وتعالى راح ينصر المظلوم، فاحذر من دعوة المظلوم وانتبه أيها الظالم.